عندك يالا. انت جاي من اي ده يالا؟ ده هي. انت قد الكلام ده بقى ولا ايه؟ الله الله. ده انت بتعلي صوتك عليا بقى. لا، في اوبشن جديد كمان. بعرف امد ايدي. تحب تشوف؟ بسم الله. استاذ ديمبلدور بتاع هاري بوتر باين. هاري بوتر؟ طب بطل هاري بقى يا ابني. بعدين انت ازاي تسيبه يعلم عليك كده؟ علم عليا. وبعدين هو انت عرفت منين ان هو علم عليا؟ مش وقته. خد. ايه ده؟ دباسه. هيكون ايه يعني؟ هيكون ايه؟ سيف. روح قابل بيه جديد ياكش تعرف تاخد حقك المره دي. وهو لا مؤاخذه في الكلمه يعني، البتاع ده هاخده معايا تاني ازاي وهرجع للواد ده تاني ازاي اصلا؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. اتفضل نام بقى وهستناك تقول لي عملت ايه. ايوه يعني، بس انا مش عايز انام. ايه ده؟ يا عم ديمبلدور ده طلع معاه حق. سيبه. انت طالع جديد. لا ده السنيوره رجعت من تاني. انت لا، انا مش قلت لك ما اشوفش وشك تاني؟ اولا استاذ ياض بيه. ثانيا انا جاي اعلم عليك. الله، ده انت بقى كبرت وجايب معاك سلاح. اه. عم ديمبلدور ده باين اداني وقال لي اجي اعلم عليك. ديمبلدور الكلب. انت تعرفه ياض؟ ده حبيبي بقى، الروح بالروح. ليك شوف في حاجه. ده هو اللي مشايلني في وشي. واخيرا هاخد حقي النهارده. لا، احنا ما اتفقناش على كده. انت اخر مره كنت ماسك سيف. انا مش لاعب. يا جدعان يا جدعان، قلنا محدش يلوت الصندوق. تصدق انك راجل مهزأ. ده مفيش، ده صديق في بوشينكي كان معاه عركه. المهم انت عملت ايه؟ قول لي. اكون عملت ايه يعني؟ انت بعتني الواحد في ما بينك وما بينه مشاكل. وبعدين هو انت ما عرفتنيش لان انت مش شايل الراجل في وشه، مع ان يا اخي ما يبانش عليك. اه. هو حكى لك؟ كنت هقول لك اصلا، بس الموضوع مش مهم يعني. نهايته الواد معاه مسدس، اداني طلقه في صدري طلعت من وداني. اه. انا اسف، شكلي ظبطت الاعدادات بعد القرن ال 14. كانوا خلاص اخترعوا المسدسات وقتها. لا خد بالك بقى، عشان دي تاني مره موت وكل مره بتبقى ابشع من اللي قبلها. طيب، خد المسدس ده، واول ما تشوف اضرب على طول، وركز على سن نملة الدبانة. ومش لازم يا اخويا يعني تخش فرد جناحاتك، انت ياض يا جديد، انت ياض يا جديد، وفي الاخر راجع لي ايد ورا وايد قدام. هي مش كده، بس هو انت الفكره لسه ان هو هترغي؟ لازم. يا جدعان مين اللي لوت الصندوق؟ وقعت ومحدش سمع عليك يا جديد. ارمي سلاحك يلا. استهدى بالله يا غلبان. انا على فكره كنت جاي اعتذر لك. تعتذر لي؟ حافظ الشهاده ولا مليها لك؟ خرز. وكمان ما فيهوش خرز. حكيم الكلب. ده انا هعصرك، هنزل منك غلابه دلوقتي. عاجبك كده يا عم بابا نويل؟ هيعصرني. طب استنى، انت اخر مره اتغشمت جامد يعني، انت بتموتني موتني المره دي بالراحه على اذنك. يا جدعان كل اللي على الطياره دي ناس. كدابه. ناس كدابه. كده هو انت جيت؟ انت هتعمل ايه؟ خلص اللورد فولدمورد منك. عندك ايه؟ يرضيك تقتل عمك بالدور حبيبك؟ يرضيك يقولوا مات في الجزء الثالث؟ طب وسيفروس يقتل مين؟ خلاص يا عم، خلاص يا عم، الدمعة هتفر من عيني. لعلمك بقى انا كنت بقى يا رب بك يا. انا حي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيلم انسبشن واحد اسمه دوم كوب عنده قدرة عجيبة، بيقدر يقتحم أحلام الناس وهي نايمة عشان يعرف أفكارهم، وعشان كمان يزرع في دماغهم أفكار أو حتى ذكرى هم أصلا مع شهاء، لدرجة إن هو ممكن يفتكر إن هي حقيقة حصلت له بالفعل ويبدأ يتصرف على أساسها. المرعب هنا إن الشخص ده مش بس بيصدق الكذب، ده كمان بيبني عليها حياته وقراراته ومشاعره، كل ده على أساس ذكرى مزيفة. طبعا ده مجرد خيال علمي لأن دي وظيفة الشيطان. حاجة برضو إن ده مش خيال علمي أوي يعني، لأن العلم الطبيعي بيقول إن دماغك بالفعل ممكن تخدعك بالطريقة دي. ظاهريا إحنا فاكرين إن ذكرياتنا زي فيديو محفوظ في المخ، لكن الحقيقة إن هي أشبه بقصة بنكتبها من أول وجديد، وفي كل مرة بنقعد نفتكرها ونفكر فيها بنديها في تفسيرات مش شرط أصلا تكون صحيحة، ومع كل مرة التفاصيل دي ممكن تتغير، تتحذف، أو حتى نضيف لها حاجات ما حصلتش أصلا. وده معناه إن الذاكرة البشرية مش أرشيف دقيق، دي أداة مرنة وفي بعض الحالات بتبقى مخادعة جدا. طبعا أنت بتسأل دلوقتي سؤال مهم: الذاكرة ضعيفة قوي كده، ازاي الحضارات القديمة كانت بتحافظ على تاريخها بدون ما تتحرف؟ احب اقول لك ان ده سؤال جميل، بالرغم مش ان انت اللي سأله. الحقيقة ان معظم الحضارات القديمة كانت بتعتمد على حاجتين: الذاكرة الجماعية والحكي الشفهي. يعني كبير القبيلة او الجد كان يجمع الاحفاد ويقعدهم قدامه ويحكي لهم قصص الابطال والمعارك اللي خاضها في حياته. تخيل نفسك مولود في قبيلة افريقية من كام الف سنة، لا في كاميرات ولا فيسبوك ولا حتى ورقة وقلم، كل اللي عندهم هو صوت الجد. الراجل ده هو جوجل بتاع القبيلة، ويوم ما بيموت تاريخ القبيله كله بيموت معاه. يكلمك عن المحارب مانجو العظيم اللي ضرب 40 اسد بايده اليمين، وايده الشمال كان بيشرب بقى جوز الهند بشفاطه من الخشب العاج. وطبعا كل جيل بيضيف شويه بهارات للقصه. بعد كام جيل تيجي تبص تلاقي المحارب مانجو بقى بيطير ويضرب الاسود وهو في الجو، وكمان ممكن يبقى بتحاول تنين بالليل. نفس الحكايه في الحضاره الاغريقيه. حمله الالياذه والاوديسا اللي كتبها هوميروس قبل ما تتكتب كانت بتتقال من جيل لجيل، كل شاعر يضيف سطر ويشيل سطر، وممكن يغير ترتيب الاحداث عادي جدا حسب مزاجه او حسب مين بياكله اكتر. ولك ان تتخيل ان ممكن حقبه من التاريخ تتمحى بسبب فخده مندي، والنتيجه ان احداث كتير جدا بقت اساطير مارفل تتكسف تعملها. والمها بهاراتا برضه كانت برضه قصص شفهيه بتدرس. تخيل نص مليون بيت شعري بيتقال من الذاكره. طبيعي بعد 100 سنه نلاقي الامير بقى اله والعدو بقى وحش ب 10 رؤوس. حتى اوروبا نفسها في العصور الوسطى قبل الطباعه كان الحكي الشفهي هو وسيله تخليد الاحداث. الفرسان والملوك كانوا بيتحولوا لاساطير خارقه في الحكايات الشعبيه، واللي غالبا ملهاش اي علاقه باللي حصل فعلا في نفس الواقع، لكن كل واحد بيضيف شويه ملح وبهارات من عنده. تعالى مثلا معايا نروح الامريكتين قبل ما كولومبوس يدخلها. شعوب المايا والازتك كانوا بيعتمدوا على القصص المقدسه اللي الكهنه بيحكوها في المعابد. القصه بتبدا بتعدد الهه بتنزل من السماء وتدي للبشر الذره، بعدها تلاقي الحرب اللي حصلت فعلا ما بين القبيلتين فجاه بقت حرب كونيه ما بين قوى النور والظلام، والشعب بيصدق لان مفيش مصدر تاني يقارن بيه، او وصل لهم الصح واختاروا الخرافه. في استراليا الشعوب الاصليه عندهم حاجه اسمها دريم تايم ستوريز، حكايات عن بدايه العالم وعن ارواح عملاقه صنعت الجبال والانهار. فعلا الموضوع بدا بوحي حقيقي من الله، لكن بعد اجيال من التحريف بقت الحاجات دي الحياه المطلقه اللي بتربى عليها الاطفال، وكل جيل بيحفظ القصه ويحط لمساته الخاصه. حتى في التراث العربي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء كانوا هم الذاكره الحيه. يعني لو قبيله هزمت قبيله تانية، الشعر بتاع القبيله المنتصره ممكن يخليهم اسود الصحراء ويخلي المهزومين نعاج جبانه، وطبعا شاعر القبيله التانية هيرد عليه بقصيده تانية، فتبقى في معركه تانية بس بالكلمه. صعب قوي حد يعرف الحياه وسط السجال ده. في اوروبا الشماليه مثلا اساطير الفايكنج اتحفظت في شكل قصص بطوليه عن رجال بتركب البحر ويهزموا عمالقه وتنانين. اغلب القصص دي ما اتكتبتش الا بعد مئات السنين من احداثها المزعومه. يعني لو في فعلا معركه صغيره حصلت بعد 3 اجيال ممكن تبقى حرب ما بين الفايكنج وجيوش من الكائنات السحريه. وطبعا ما نقدرش ننسى الحواديت الشعبيه اللي زي روبن هوت او الملك ارثر. القصص دي اتشكلت مع الزمن لدرجه ان الباحثين لحد النهارده بيقولوا احنا مش عارفين فعلا الحد الفاصل ما بين الراجل اللي عاش وما بين الاسطوره اللي اتعملت عنه. الرابط ما بين كل الامثله دي ان الحضارات كلها كانت بتراهن على ذاكرتها الجماعيه، وان هم قادرين يحفظوا اي شيء. لكن الذاكره دي زي بحر، كل واحد بيحط فيه نقطه لون، مع الوقت لون الحقيقه بيضيع وسط امواج الخيال والزياده، والنتيجه ان الاحداث فعلا اتحولت لاساطير والشخصيات العاديه بقت خارقه. القصص اللي حصلت فعلا اتغيرت على حسب مزاج الراوي. لكن لو انت مولود في جزيره العرب قبل 1400 سنه، لا صوتيات ولا موبايلات ولا حتى كان في ورق كفايه، والسوق نفسه ما كانش مجرد مكان بيع وشراء، ده كمان مسقط للحكايه. شاعر القبيله واقف حافظ عشرات القصائد بيرددها كانه بيقرا من كتاب مفتوح قدامه. الاجداد او كبار السن في المجالس حافظين الانساب 7 جدود لورا، وكل ده من غير ما يدونوا حرف واحد. الحقيقه ان القيمه الحقيقيه للانسان في وقتها مش بس في ماله ولا في سيفه، لكن في ذاكرته. اللي يحفظ اكتر هو اللي بيخلد، واللي ينسى كانه ما كانش موجود. عشان كده اي محاوله لتغيير طريقه
الحفظ دي أو تثبيت الكلام بشكل جديد كانت تعتبر ثورة ثقافية. تخيل معايا المشهد، مكة والمدينة في بداية الدعوة للإسلام والناس لسه عايشة في ثقافة الحفظ الشفهي اللي حكينا عنها، وفجأة مع نزول الوحي بيظهر جيل جديد من الناس مش بس حافظين لكن كمان ماسكين الرقاع والجلود والعظام عشان يكتبوا عليها. في واحد زي زيد بن ثابت، شاب صغير في السن لكنه كان أشبه بالهارد ديسك. كان لما ينزل وحي جديد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أو أي من الكتبة إن هم يكتبوا وراه على أي مادة متاحة بقى، جلد، ورق، عظام، اكتاف الإبل أو حتى الحجارة الرقيقة. الحقيقة أن المبهر هنا أن العرب أصلا ما كانوش معتادين على الكتابة المنظمة، لكن إحساسهم بعظمة النص خلاهم يبتكروا طريقة للحفظ بدقة غريبة جدا بالنسبة لعصرهم. حتى المستشرق البريطاني مونتي جامري قال إن حركة كتابة القرآن في عهد النبي كانت ظاهرة غير مألوفة في مجتمع أمي كلي، وتكشف عن إدراك مبكر لأهمية النص وحفظه. ده كان أشبه بزرع البذرة الأولى لشجرة متكونة من حاجتين: الحفظ في الصدور والتوثيق في السطور. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل حدث هيقلب الدنيا، معركة اليمامة. المعركة دي كانت عنيفة جدا لدرجة إن عدد كبير جدا من الصحابة الحفاظ استشهدوا فيها، وهنا ظهر الخوف الحقيقي. لو الحفاظ بدأوا يقلوا ممكن بعض الآيات تنسى أو تضيع مع الوقت. وكالعادة عمر بن الخطاب شاف الكارثة جاية قبل ما تحصل، فراح لأبي بكر الصديق وقال له: يا خليفة رسول الله، أدرك الناس قبل أن يذهب منهم القرآن. في البداية أبو بكر كان متردد لأنه شاف إن أي خطوة ما عملهاش النبي لازم تتقاس بميزان دقيق جدا، لكن عمر رضي الله عنه فضل يلح عليه لحد ما اقتنع. مين بقى اللي تولى المهمة؟ زيد بن ثابت، نفس الشاب اللي كان كتبة الوحي أيام النبي. لكن المرة دي المهمة كانت أصعب بكتير. تخيل إن أنت مطالب تجمع نص كامل من ألسنة المئات من الأشخاص، أكد إن كل حرف فيه مطابق للي نزل على النبي، وكمان يكون عليه شهود من الصحابة نفسهم. زيد وصف إحساسه وقتها وقال: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمرني به من جمع القرآن. والنتيجة مصحف كامل مكتوب عند المسلمين. الجميل هنا إن حتى بعض الباحثين الغربيين وصف عملية الجمع دي إن هي أقرب ما تكون لعملية مراجعة علمية جمعية، حيث خضع النص لاختبارات متعددة لضمان مطابقته لما حفظ شفهيا. مع توسع الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، المسلمين بقى عندهم جيوش في الشام وفي العراق وفي مصر، وكل جيش فيه ناس من قبائل ولهجات مختلفة. فالمصيبة حصلت لما بدأوا يقرأوا القرآن بلهجات متنوعة، والقرآن نفسه نزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات عربية معتبرة للتيسير، ولكن الناس بدأت تخلط ما بينهم، بالأخص مع وجود أعاجم مش عرب بيواجهوا صعوبة في الإتقان. وفي يوم من الأيام حذيفة بن اليمان رجع من أحد الغزوات وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه جملة هتحسسك بخطورة الموقف في وقتها: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. عثمان أدرك إن الاختلاف ده لو اتساب هيتحول لانقسام، فقرر إن هو يوحد المصاحف على رسم واحد ولغة قريش باعتبارها لهجة النبي صلى الله عليه وسلم واللي نزل بيها القرآن. عمل إيه؟ استدعى نفس الشاب زيد بن ثابت ومعاه لجنة من كبار الصحابة زي عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، واشتغلوا على نسخ المصحف من نسخة حفصة اللي اتجمعت في عهد أبو بكر. النسخة النهائية اتوزعت على الأمصار الكبرى: الكوفة والبصرة والشام واليمن، ومع كل نسخة بعتوا قارئ معتمد عشان يعلم الناس النطق الصحيح. الغريب ان مؤرخين غربيين زي ويليام مونتجامري قالوا ان الخطوة دي كانت اهم اجراء توحيدي في تاريخ النصوص الدينية كلها، لانها قفلت الباب قدام اي تحريف ناتج عن التعدد الغير منضبط. وطبعا عثمان ما اكتفاش بالتوزيع، بل امر باحراق اي مصاحف او نسخ شخصيه لضمان ان الناس كلها تقرا من نفس الماركه. قرار جريء ولكنه حافظ على وحده النص لاكثر من 1400 سنه بدون اي اختلاف. هنا بقى بنوصل لاذكى اختراع بشري لمقاومه وهم الذاكره والتحريف، الا وهو الاسناد. لو اي حضاره قبل الاسلام كانت بتحافظ على تراثها بالحكي الشفهي، المسلمين اخترعوا حاجه اذكى جدا: سلسله ذهبيه من البشر، كل واحد فيهم عارف هو اخذ الكلام ده من مين ومين قبله ومين قبله لحد ما بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. التقنيه دي اشبه بما يسميها علماء الارشفه البلوك تشين، كل بلوك او راوي مربوط باللي قبله واللي بعده، واي كسر في السلسله كان بيتكشف فورا. الموضوع مش بس فلان قال لفلان، لا، العلماء ابتكروا علم بالكامل اسمه علم الجرح والتعديل. بيعملوا فيه الاتي: يدرسوا سيره كل راوي من يوم ما اتولد لحد ما مات، حللوا ذاكرته وصدقه وكمان امانته، وحتى كمان مين اصحابه وعاش فين. بيعملوا تصنيف معين للرواه: ثقه، صدوق، ضعيف، كذاب. ولو واحد بس في السلسله دي مش مضمون، الحديث كله يا اما يترفض يا اما تنزل درجه. الغريب ان المستشرق البريطاني ديفيد صامويل رغم عنصريته اصلا تجاه الاسلام الا انه كتب وقال: علم الاسناد عند المسلمين هو اعظم اداه نقديه ظهرت في العصور الوسطى، وكان من الممكن ان تنقذ التراث المسيحي لو تم استخدامها في الغرب. والاهم ان المسلمين ما اكتفوش بفحص الاشخاص لكن كمان فحصوا المتن نفسه. هل الكلام ده منطقي؟ طب هل بيخالف القران؟ هل في احاديث تانية بتعارضه؟ يعني اي ذكر او روايه ما ينفعش خالص تدخل الوعي الجمعي الا لو عدت على 3 فلات: اتصال السند، عداله وضبط
الرواه وسلامة المتن من الشذوذ والعلم، والنتيجة إن مفيش حضارة في التاريخ حفظت أقوال مؤسسها بنفس الدقة، والغرب نفسه بيعترف بده بالرغم من إن هو بيعادي الإسلام من أول زور لأنه طبعا بيتعارض مع مصادر. هنا بقى نعمل زوم أوت ونبص للصورة الكبيرة. معظم الحضارات اللي قابلناها قبل كده، الإغريق، الهنود، الأفارقة، وحتى أوروبا نفسها في العصور الوسطى، كانوا كلهم بيعتمدوا على الذاكرة الجماعية، وده معناه إن الرواية كانت بتتولد وبتكبر وبتتشكل مع الوقت زي كرة تلج بتنزل من الجبل وتلم معاها بقى شوية حاجات من هنا ومن هنا. لكن المسلمين قلبوا الترابيزة كلها، بدل ما يسيبوا الرواية تمشي في الشوارع وتكبر من نفسها، حبسوها جوه مسار محدد لازم تعدي فيه خطوة خطوة، وكل خطوة فيها شرطي واقف اللي هو الراوي الثقة. الموضوع أشبه بمطار فيه إجراءات صارمة، أي ذكرى أو قول يجي لازم يتفتش ويتأكدوا من جواز سفره اللي هو الإسناد، يعني لو لقوا إن الراوي ده مش معروف أو حتى مش دقيق في النقل بيرجعوه فورا، حتى لو دخل بيتعرض للتفتيش التاني ألا وهو فحص المتن عشان يتأكدوا إن المحتوى نفسه ما فيهوش خلل. المؤرخ الغربي مايكل كوك قال في كتابه إيرلي مسلم دوجما: المنهج الإسلامي في توثيق الحديث كان محاولة جريئة لإيجاد يقين تاريخي في بيئة يغلب عليها النقل الشفهي، وهي تجربة لم يسبق لها مثيل في أي حضارة. الفرق الجوهري هنا هو الفلسفة نفسها. باقي الحضارات كانت شايفة إن الذاكرة الجماعية كافية طالما أغلب الناس متفقين. الإسلام كان شايف إن الاتفاق ده مش كفاية، لازم دليل ملموس، سلسلة أسماء، تواريخ، أماكن، وده خلى تراث المسلمين مش بس محفوظ لكن كمان قابل للتحقق منه بعد قرون. لو انت دلوقتي في القرن ال21 تقدر تمسك حديث وتعرف سلسله الرواه كامله لحد الصحابي اللي قاله. شوف العلماء كمان زمان حكموا عليه بايه وليه، وده شيء ما تقدرش تعمله مثلا مع اقوال سقراط او بوذا او غيره. شوف وهم الذاكره او الفالس ميموري بس بيأثر على التاريخ، ده كمان بيأثر على قراراتنا اليومية، على شهادات الشهود في المحاكم، وحتى على قناعاتنا الشخصية. العلماء النهارده زي إليزابيث أستاذة علم النفس بيقولوا إن الإنسان ممكن يكون ذكرى مزيفة بمجرد التعرض لمعلومة مغلوطة بشكل متكرر، لدرجة إنه ممكن يقسم إن هي حصلت ليه بالفعل. اللي عمله المنهج الإسلامي كان أشبه بإن أنت تبني جهاز مناعي معرفي ضد النوعية دي من الخداع. إزاي؟ لما أي رواية تمر بمصفات الإسناد والمتن بيحصل حاجتين في عقل المجتمع: تربية على الشك الصحي، الناس وقتها اتعودت إن هي ما تصدقش أي حاجة غير لما تعرف مين قالها ومين اللي نقلها وفين حصلت، زي ما قال ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تاني حاجة عملتها وهي إبعاد العاطفة عن الحكم، لأن التوثيق بيشتغل بالأسماء وبالتواريخ مش بالانفعال اللحظي. المثير إن في دراسات حديثة زي بحث نشر في مجلة جورنال اوف ابلايد في 2019 بيقول إن مجرد تدريب الناس على طلب المصادر والأدلة بيقلل احتمالية تكوين الذكريات المزيفة بنسبة ملحوظة جدا، وده بالظبط اللي حصل في المجتمعات الإسلامية الكلاسيكية. حتى العام البسيط كان لما يسمع قصة كان يقول مين رواها عن مين، وده مش لأنه عالم ولكن لأن البيئة كلها كانت متشبعة بفكرة التوثيق. المؤرخ البريطاني هارولد لم علق على ده في كتابه عن العرب: عجبت من أمة جعلت التحقق من الأخبار فنا قائما بذاته، حتى أصبح الصبي يسأل عن سلسلة الرجال الذين نقلوا إليه القصة. يعني باختصار المنهج ده ما كانش بس في حفظ التاريخ، ده عمل تطعيم معرفي للأمة كلها ضد التضليل سواء كان مقصود أو غير مقصود. تخيل معايا احنا دلوقتي عايشين في زمن هو أقرب لمطعم مفتوح، كل واحد بيحط لك معلومة على الطبق وبيقول لك كل وصدق. المشكلة إن 80% من الأطباق دي يا ناقصة ملح يا فاسدة أساسا، بس الديكوريشن يخليك تحس إن هي لذيذة. المنهج اللي طوره علماء المسلمين في التوثيق زمان ممكن يبقى أداة نجاة لينا وسط الزحمة دي، بس محتاج يترجم للغة العصر. ازاي؟ رقم واحد: الاسناد الرقمي. بدل ما نقول حدثنا فلان عن فلان، النهارده نقدر نعمل اسناد الكتروني، يعني لما حد ينشر معلومة او صورة نطلب منه الرابط الاصلي، مصدر النشر الاول، ونشوف اذا كان مؤرخ ولا لا، ونشوف اذا كان المصدر ده نفسه يعتمد ولا لا. انا نفسي ممكن اجيب لك مصدر دلوقتي يقول لك ان الارض شايلاه سلحفاه في الفضاء. في باحثين زي كريك سيلفرمان المتخصص في التحقق من الاخبار الكاذبه بياكدوا ان اغلب المعلومات المزيفه بتنهار في اول 30 ثانيه بس لو سالت عن المصدر. رقم اتنين: التحقق الجماعي. العلماء زمان ما كانوش بيشتغلوا لوحدهم، كان في شبكه كامله من المحدثين، اي خطا بيظهر بيتصحح فورا. النهارده ده ممكن يحصل عن طريق منصات تحقق مجتمعيه زي ما بيعملوا الصحفيين في مبادرات الفاكت تشيك، لكن على مستوى وسط ويكون جزء من ثقافه الناس. تالت حاجه ممكن نعملها وهي فصل العاطفه عن المعلومه، نفس الفكره اللي كانوا بيطبقوها في نقد المتون، انك ما تحكمش على صحه الكلام بمدى اعجابك بيه او قربه من هواك ولكن على اساس الدليل. ده مهم جدا في زمن الترند اللي يخلي اي خبر مثير ينتشر اسرع زي النار في الهشيم. رابع حاجه ممكن نعملها هي تربيه الذوق النقدي، زي المجتمع الاسلامي زمان مربى حتى الاطفال على السؤال عن الاسناد. احنا النهارده محتاجين نربي اولادنا على مهاره التفكير النقدي
الرقمي. اسألوا قبل ما يشاركوا ويتأكدوا قبل ما يقتنعوا. الجميل إن في دراسة في جامعة ستانفورد وده في سنة 2016 لقت إن أغلب الطلاب الجامعيين ما بيعرفوش يفرقوا ما بين خبر حقيقي وخبر مزيف، وده لو كان مكتوب بأسلوب احترافي. وده بيأكد إن إحنا محتاجين إحياء منهج التوثيق مش كجزء من التراث وبس، ولكن كمهارة بقاء في القرن ال21. في النهاية لما نبص للصورة الكبيرة هنلاقي إن الفرق ما بين الحضارات اللي اعتمدت على الذاكرة الشفوية والحضارة اللي طورت منهج التوثيق العلمي هو زي الفرق ما بين مركب صغير بيهيم في البحر على حسب الرياح وسفينة ضخمة ماشية على بوصلة دقيقة. التاريخ الإنساني بيورينا إن الذاكرة البشرية لو اتثابت من غير ضوابط تبقى زي الطين في إيد فنان، أي حد ممكن يشكلها بالشكل اللي هو عايزه. الأساطير الإغريقية والملاحم الهندية وحتى قصص القبائل الإفريقية كلها اتحورت واتبدلت لحد ما بقت أقرب منها للفانتازيا من التاريخ. لكن لما ظهر منهج صارم زي علم الحديث اتغيرت المعادلة، مبقاش ينفع تدخل قصة مزيفة جوه النسيج التاريخي إلا لو عدت على عشرات الفلاتر النقدية. بره في أوروبا نفسهم لما اكتشفوا المنهج ده انبهروا بيه جدا. المستشرق المجري جناتس كتب أن المسلمين ابتكروا منهجا نقديا للتاريخ سابق لعصره بعدة قرون. احنا النهارده في عالم مفتوح مليان أخبار وصور ومقاطع بعضها حقيقي وبعضها مجرد أحلام مزروعة زي ما شفت كده في فيلم انسبشن. ولو ما كانش عندنا منهج للتحقق هنصحى بعد سنين هنلاقي حياتنا وأفكارنا اتبنت على أوهام. عشان كده إعادة إحياء روح التوثيق النقدي مش رفاهية ولا حنين للماضي، دي ضرورة لحماية وعينا وحماية التاريخ اللي هيتكتب عننا بعد 100 سنة. تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وتقول لنا رايك في الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.